احتفالية اليد هي كانت وراء استبعاد شيكابالا من مباراة مصر للمقصة، لأنه وفقا لمصدر مقرب من اللاعب أغضب جدا رئيس النادي أنه شيكابالا وهو كابتن فرقة نادي الزمالك لم يكن موجودا في احتفالية اليد، يد نادي الزمالك اللي تألقت بشكل لافت للنظر وفازت بكأس الكؤوس أو بطولة الكؤوس. وحقيقة كأس الكؤوس الإفريقية كانت يوم الجمعة وحضرها جميع أعضاء الفريق والجهاز الفني، وكان لابد من وجود شيكابالا. ده أغضب رئيس النادي، وبالتالي طلب إنه ما يكونش موجود في اللقاء. هو ده جزء، بس خليني برضو أقول لحضراتكم جزء عشان أبقى أمين. شيكابالا، ودي معلومة أنا عارفها بنسبة 1,000,000%، شيكابالا كمان في شعور من الكابتن محمد حلمي ومن الجهاز الفني انه ما جابش فورمته بشكل كامل، وانه وزنه زايد شويتين، وانه محتاجين يشتغلوا عليه بدني. ففي برنامج برضو معمول لشيكابالا علشان وزنه يقل شويه ويبقى فت قوي ويبقى موجود مشارك مع الفريق. فتقدروا تحسبوا الحسبتين مع بعض. بس الحسبه الثانيه اللي انا بقول لحضراتكم دي جزء برضو لا يستهان بيه، انه هم محتاجينه يرجع تاني فت ويرجع تاني واقف على رجله، لانه بدنيا ما هوش احسن حاجه يعني.